روتين يومي النهاردة بدأ معاكم بمشتريات من السوق، وهقول لكم الأسعار كده واحنا ماشيين علشان ما ننساش حاجة. جبت الجرجير ده الخمس ربط ب5 جنيه. جبت الكابوتشي ده القطعة أو الواحدة يعني ب20 جنيه، جبت الاتنين دول ب40. وجبت طبق المشروم ده ب40 جنيه. جبت كمان الطماطم كانت عاملة 12 جنيه، بدأت تنزل اهي في الأسعار، بس الخيار رجع تاني الكيلو ب20 جنيه، بس حلو جدا. البرتقان 2 كيلو ب25 جنيه، بدأ يصفر اهو شوية. الفاصوليا نص كيلو ب10. الفلفل نص كيلو ب10. الليمون نص كيلو ب10. جبت بقى كمان للغدا سردين، كنت جايبة معاكم المشتريات المرة اللي فاتت سردين بس كان من الرفيع الصغير، جبت بقى النهاردة من الكبير ده، الاتنين دول عاملين نص كيلو ب70 جنيه. دي كده كانت مشترياتي. بعد كده بقى ايه يعني رتبت الحاجة في المطبخ وشلت اللي هيتشال في التلاجة، ودخلت كده معاكم على طول على الروتين. طبعا انا بدأت بقى على طول الفيديو بالمشتريات علشان ما كانتش تتوه مني. لكن طبعا في البداية، انا اسمي عزة ودي قناتي ابداعات عزة. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم. طبعا انا حبيت اغير بقى في فيديوهات الطبخ لان هي يعني بصراحة واقعة جدا معايا، فقلت ندخل عليكم كده بروتين، يمكن الروتين يعجبكم فنكتر الروتينات. لو ما عجبكوش وما جابش مشاهدات وما جابش تعليقات وما جابش تفاعل، مش هعمله تاني بصراحة. طبعا لان انا لقيت ان المشتركين الجدد في قناتي 95% و5% بس هم الدائمون. فاللي هم بقى الجدد، طبعا انا كنت بعمل روتينات برضو في الاول كتير، عملت كذا روتين وهتلاقوا حتى في قائمة تشغيل عندي اسمها روتين. فلو عايزين تشوفوا الروتينات القديمة يعني. فقلت بقى ايه افكركم كده بروتيناتي، فنشتغل تاني روتين مع الطبخ، برضو ندخل الطبخ في روتين علشان ما تزهقوش وما تملوش. ولو عجبكم الروتين اكتر من الطبخ اكتبولي في الكومنتات علشان نكمل مع بعض ونشوف هنكمل ازاي. لعل وعسى يعني القناة تقف على رجليها ونرجع تاني نبقى احسن ان شاء الله. انا عندي امل كبير قوي في ربنا ان قناتي تبقى كويسة وتبقى يعني متفاعلة وعليها تفاعل كتير وعليها مشتركين. انا حابة دايما يبقى في صلة بيني وبين المشتركين عندي، ونبقى عيلة فعلا مع بعض ونشجع بعض. والله العظيم يعني انا عملت الروتين ده علشان اتشجع بيكم، انا اول واحدة بتشجع بيكم مش انتوا بتتشجعوا بيا. يعني بعد ما اكون مثلا مكسلة ومش عايزة اعمل اي حاجة او زهقانة او ملانة وخلاص مش عايزة اعمل حاجة، بفكر ان انا اصور روتين فبتشجع بيكم وبقوم طبعا اصور واشتغل علشان انتوا كمان تتشجعوا بيا. لو اتشجعتوا طبعا يا ريت انتوا كمان شجعوني بلايك. طبعا انا بقى كنت بفكر وانا بعمل الروتين ده ان انا هكلمكم عن ايه. اكلمكم وانا بعمل كده قطعه قطعه او مقطع مقطع واقعد اوصف لكم انا بعمل ايه ومش بعمل ايه. طبعا اللي بيتفرج دلوقتي بعينه شايف انا بعمل ايه، واكيد ده كل الناس بتعمله وبتعمل اكتر منه كمان. ده روتين يومي عادي جدا لما بكون يعني مثلا الغدا بسيط، مش هقف في المطبخ كتير الكلام ده كله، فبروح شايله بقى السجاجيد وكنسه ومسحه والكلام ده. لكن لو في يوم بقى هقف في المطبخ كتير او ورايا حاجات كتير في المطبخ ومواعين ومش عارفه ايه واكله بتاخد وقت والكلام ده، ما بشيلش يعني السجاجيد ولا بمسح ولا كده، بعمل من على الوش يوم كده ويوم كده وبتمشي. فقلت بقى ايه اقعد اوصف لكم انا بعمل ايه ولا ما اوصفش ولا ايه، او نتكلم في مواضيع عادية. بس قعدت افكر ايه المواضيع اللي انتم ممكن تهتموا بيها، فانا مش عارفة، فياريت برضو تكتبولي نتكلم في ايه واحنا بنعمل الروتين. طبعا ده بقى كان يوم بعد يوم تغيير الساعة، ما كنتش لسه غيرت الساعة للساعة الجديدة. فوانا بروق بقى كده وبوضب نزلتها مسحتها وعدلت الساعة طبعا على الساعة الجديدة. وطبعا بقى زي ما انتم شايفين يعني هي دي الأوضة، دي أوضتي أنا اللي أنا قاعدة فيها. يعني بصوا أوضتي دي قاعدة فيها 24 ساعة، هي فيها كل حاجة بالنسبة لي. النوم والأكل والقعاد وكده، لأن أنا يعني أنا وجوزي دايما قاعدين في الأوضة دي. هو طبعا كل حاجته وشغله، يعني بصوا الأوضة دي أوضة نوم، أوضة أكل، أوضة قعاد، أوضة شغل، أوضة كل حاجة. فهو دايما شغله في طبعا انا وريت لكم قبل كده الدولاب اللي هو فيه الورق بتاعه والحاجه بتاعته، لان هو طبعا شغله كله اوراق وكده. فكل ورقه وحاجته موجوده عندي في الاوضه في الدولاب ده. فطبعا طول ما هو قاعد طبعا بيبقى شغال، عايز يكتب حاجه، عايز يعمل حاجه، فبيقعد بقى يطلع الورق ويكتب ويشيل الورق تاني وبعدين يفتكر حاجه فيقوم يطلع الورق ويشيل. فعلى طول قاعدين.
طبعا هو برضو التلفزيون بتاعه الصغنون ده على طول مشغل عليه الاخبار، فطبعا لو قعدنا بقى في الصاله وشغلنا التلفزيون والاخبار ليل ونهار هم طبعا مش هيستحملوا كده، فهم عايزين يتفرجوا على افلام ومسلسلات وكده وكده يعني مش هينفع يبقى قاعد بره والتلفزيون شغال بره على الاخبار 24 ساعه. فعشان كده هو دايما قاعد في اوضته مشغل التلفزيون على الأخبار، بيعمل الشغل بتاعه، يريح شوية على السرير، يقوم يشرب شاي قهوة مش عارفة ايه، نقعد ناكل. يعني بصوا هي ترابيزتنا الصغنطوطة دي بناكل ونشرب عليها، سريرنا طبعا قاعدين نايمين واكلين شاربين عليه، وعامل الشغل عليه برضه ومفيش أي مشكلة. التلفزيون طبعا شغال 24 ساعة أخبار. لما هو بيخرج من الأوضة وأنا بكون بروق أو بعمل حاجة ممكن أشغل قرآن، أشغل برامج أتفرج عليها. بص بقى هي دي الأوضة بتاعتي فيها كل حاجة، حتى يعني حتى الديب فريزر في أوضتي برضه، وفي طبعا بلكونة صغيرة. للي ما شافش بقى الأوضة طبعا أنا طلعتها كتير جدا لأن طبعا روتيني كله في الأوضة دي، حياتي كلها في الأوضة دي مش الروتين بس. فهتلاقوا دايما الروتين بتاعي هو الأوضة دي والمطبخ، الأوضة دي والمطبخ أكتر حاجة يعني، لأن أكتر حاجة دول اللي أنا بعملهم. ليه بقى؟ لأن طبعا بقية الشقة طبعا يعني بنقعد فيها وكل حاجة وبنستعملها والكلام ده كله، بس مش أو مش زي الأوضة بتاعتي اللي هي دايما على طول بقى إيدي فيها وعلى طول بنضفها وعلى طول بعملها. التسريحة بالحاجات اللي عليها، الديب فريزر بالحاجات اللي عليه، التلفزيون طبعا زي ما شفت كده وانا بروق هتلاقوا، او مش عارفه جالكم المقطع ولا لسه، وانا بشيل بمسح التراب كده من على التلفزيون والريسيفر والحاجات دي، هتلاقوا برضو ورق الشغل بتاع جوزي على التلفزيون. يعني ساعات بيبقى حاطط ورق مهم او ورق عايزه ضروري فبيحطه على الريسيفر او على التلفزيون علشان يبقى سهل ان هو ياخده او يفتحه في اي وقت او الكلام ده، او لو نازل او لو حد جه او كده، فده سهل قوي ان هو اهو المقطع جالكوا اهو. بصوا الورق ده كله ورق الشغل برضه، فانا طبعا ما بلعبش فيه ولا برتبه من مكانه، انا بس بشيل كده امسح واروح حاطاه تاني. الدولاب برضه بتاعه ما بروقوش الا لما يكون هو قاعد قصادي ويشوف الورق انا حطيته ازاي والترتيب ايه والكلام ده كله، علشان طبعا شغله ما يتعطلش وشغله ما يتبهدلش، هو عارف هو حاطط كل حاجه فين ومرصصها ازاي. برضو النيش الصغنطوط ده بتاعي برضو في الأوضة. طبعا ده كل من المية بتاعنا بنشرب منه طبعا عشان بقى سهل ان احنا نبقى في الأوضة نشرب، بدل ما نروح بقى بره. احنا بنحب الكولمن مش بنحب نشرب من ازاز التلاجة والكلام ده، في ازاز في التلاجة وكل حاجة بس احنا بنحب نشرب من الكوباية من الكولمن. فعلى طول بملى الكولمن ده مية بتلج، طبعا دخلته بقى المطبخ علشان اغسله واملاه بقى مية جديدة واحط قالب تلج جديد وادخله تاني الأوضة. بمسح بقى كل حاجة من التراب، بروق. انا مش مخليه حاجات كتير يعني متنعكشه او مش مخليه حاجات كتير ملهاش لازمه، علشان لما اجي اروق كده بصوا هي كل حاجه يا دوبك بتتشال تتنضف وترجع تاني مكانها، مفيش اي كراكيب مفيش اي حاجه ملهاش لازمه. الامنيتي الوحيده ان انا النيش ده افتحه واطلع كل الحاجات اللي فيه امسحها واغسلها وارجعها تاني، بس بصراحه ما عنديش وقت او بكسل يعني مش عارف. حطيت هنا معطر في ميه المسيح، معطر باسمه بريحه النظافه. الريحه دي تحفه يا جماعه، لو انتوا عايزين فعلا معطر ريحته حلوه هاتوا ريحه النظافه، هو مكتوب كده على الازازه ريحه النظافه. لو عايزين ابقى اصورها لكم ابقى اصور لكم الازازه نفسها، هي تقريبا فريده ريحه النظافه. ريحته جميله جدا جدا. فطبعا انا بمسح وبس، يعني ده روتين عادي وبسيط جدا جدا، بس انا حبيت ان انا اقوم كده اتشجع بيكو وليكو. ولو تصوير الروتين عجبكو كل حاجه فيه يعني عجبتكو قولولي، حاجه ما عجبتكوش برضو قولولي علشان بعد كده ما نصورهاش او ما نعملهاش. طبعا انا بقالي كتير قوي ما صورتش روتين، فهتلاقوا بقى ايه يعني مكنتش عارفه اظبط الكادر، ممكن ما كنتش عارفه اظبط الكاميرا ما اجيبها كده واجيبها كده، لاني بقالي كتير قوي ما عملتش روتين. فانتوا قولوا لي ايه رايكم في التصوير، التصوير عجبكم ولا ما عجبكوش؟ الاضاءه كل حاجه، الحركه، اي حاجه فيها يا ريت تقولوا لي يعني بالتفاصيل كده احكوا معايا. عايزين بقى نتكلم في مواضيع ايه واحنا بنحكي، اتكلم عني ولا حد يبعت لي حاجه واتكلم عنه؟ عايزين تعرفوا ايه في حياتي مثلا وانا اقوله لكم الكلام ده كله. طبعا انا بصوا يا دوبك اوضتي تخرجي كده تلاقي المطبخ، فهي حياتي في المنطقه دي كلها بعد كده في طرقه اللي هي في اولها المطبخ، في طرقه بقى الحمام، وبقيتها بقى بتخرجي على الصاله والاوض التانية، فانا يعتبر انا في شقه لوحدي طبعا لان انا مع اولاد جوزي، يعني احنا يعني دي شقه جوزي وولاده وانا جيت عليهم هنا في نفس الشقه، فدي كانت اوضتي معيشتي كل حاجه فيها. هم طبعا اوضهم بره. سبحان الله يعني زي ما يكون ربنا هو كان مرتب الشقة كده، يعني سبحان الله هي الشقة مترتبة كده. تهيألي لو كانت شقة عادية الأوضة بتاعتها صغيرة والحاجة فيها مش واخدة كل حاجة اللي أنا يعني اتعودت عليها في أوضتي دي، واللي أنا خلتني إن أنا أعيش في أوضتي دي على طول 24 ساعة، مش عارفة كان ممكن تبقى العيشة عاملة إزاي يعني.
فدي تعتبر شقتي، يعني الأوضة دي هي تعتبر شقتي بالمطبخ والحمام. باحس إن أنا حتى لمّا باخرج برّه الصالة أو أخرج برّه الأوض التانية باحس إن أنا نضيفة، مش عارفة ليه، إحساس كده يعني مش عارفة يعني، مع إن المفروض إن أنا عادي جاية الشقة عادي يعني زوجة وبديل أم يعني. بس أنا باحس إن هي دي أوضتي وهي دي حياتي، غير كده باحس إن أنا نضيفة في الشقة. طبعًا بقى خلّصت وعطّرت وولّعت بخور وبُصّوا ضبّطت الدنيا، هنبخّر بقى كده من عين الحسود قُل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ربنا يبعد عننا وعنكم الحاسدين والحاقدين يا رب العالمين. خلصت بقى وسبت البخور كده اهو، وبصوا الشقة بقت جميلة او الأوضة يعني بقت جميلة وكل حاجة في مكانها. طبعا ده مش تنظيف عميق، انا كنت عاملة تنظيف عميق من قبليها بصراحة، وكنت عاملة المروحة يعني اللي في السقف، وكنت عاملة حاجات كتير قوي، فما كنتش مصور بقى الحاجات دي كلها. لكن دلوقتي بقى انا عاملة من على الوش، لكن لما اعمل بقى هفتح تحت السرير اطلع اللحاف واطلع البطاطين والكلام ده، هبقى اصور لكم لو انتوا عجبكم الروتين ده وقلتولي كملي. طبعًا أنا قعدت أنقّل بقى البخور من هنا لهنا، وغسلت الكولمن ومليته، حطيت الكوباية طبعًا وغسلتها. بُصّوا يعني دي الكرسيين بتوعي أنا وجوزي، آآ وده القعدة بتاعتنا في الأكل والشرب والفرجة على التلفزيون، ودي القعدة بقى الاستراحة. وبُصّوا كل حاجة في الأوضة دي، طبعًا الغسيل بقى كان اتلم طبّقته وشيلته على طول عشان ما يبقاش في كركبة في الأوضة. وبس كده، خلّصت بقى كل الكلام ده، وطبعًا دخلت على المطبخ. الغدا هيبقى إن شاء الله سريع وما فيش فيه أي حاجة، وما عنديش مواعين كتير، كانت مواعين يعني بسيطة جدًا اللي في الحوض، لبّنتين كده وفنجانين قهوة. بس أنا بقى طبعًا بعد النضافة دي لازم أقعد في ريحة النضافة وفي جو النضافة والبخور ده من غير بقى ما أشرب فنجان قهوة لأ، باكافئ نفسي يعني. كافئت نفسي بقى بأحلى فنجان قهوة، وقعدت أشربه بقى كده على الكرسي بتاعي في أوضتي في ريحة النضافة وجمال النضافة. وأتمنى يكون الروتين عجبكم وكلامي عجبكم، واكتبوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.